أما هلأ وصلنا لمحطتنا القانونية، رح نحكي فيها أكثر اليوم بالتفصيل عن بعض أنواع القضاء، ومنها القضاء الجزائي والقضاء العسكري، وطبعا كيفية التقاضي ومراحله وتفاصيل أكثر قانونية رح يعرفنا عليها ضيفنا بالاستوديو لليوم المحامي مصطفى مليحان. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير لكم المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ خبرنا عن أنواع القضاء، عن اختصاصاته. تمام. اليوم عندنا نحن 3 أنواع من القضاء، هو القضاء العادي والقضاء العسكري والقضاء الإداري. فالقضاء العسكري هو بيختص بفئة معينة فئة معينة من المجتمع اللي هم العسكريين، والقضاء العادي هو يختص بفئة معينة بفئة المدنيين، والقضاء الإداري هو يختص بأمور تتعلق بعقود الدولة وبكل ما يتعلق بقرارات الإدارية تتعلق بالدولة. طيب أستاذ مصطفى، يعني دائما نحن بنعرف أنه أي قضية لها مراحل، يعني اليوم هل المراحل متساوية ونفسها بكل أنواع القضاء؟ يعني اليوم أنا إذا عندي مواطن بدي أروح أرفع شكوى للقضاء مثل العسكري إذا عنده شيء بده يحله، فخلينا نعرف تفاصيل أكثر. تمام. هلا القضاء العسكري هو قضاء أصيل بما يفصل به وخاص بفئة معينة من المجتمع. القضاء العسكري بيتألف هو هيكليته مشابهة لهيكلية القضاء العادي، ولكن مع اختلاف يعني بسيط. فالقضاء العسكري بيتألف دائما من إدارة القضاء العسكري والنائب العام العسكري والنيابة العامة العسكرية وقاضي التحقيق وقاضي فرد العسكري والمحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة النقض الغرفة العسكرية. عندما يتقدم شخص بشكوى أمام النيابة العامة العسكرية، وهنا النيابة العامة العسكرية اللي هي اختصاص النائب العام العسكري تلقي الشكاوي والإخبارات. فعندما يتلقى أي شكوى أو إخبار يقوم إما بإحالتها إلى الضابطة العدلية أو يكلف بها إحدى قضاة النيابة العامة للتحقيق بها. فتقوم من قاضي النيابة بعد دراسة الملف ويتخذ القرار بإحالة الدعوة حسب الوصف، إما أن تكون وصفة جنائي أو جنحوي. فإذا كانت جنائي يرفعها إلى قاضي التحقيق العسكري، وإذا كانت جنحة فيرفعها مباشر بالادعاء أمام قاضي الفرد العسكري المختص. وتأتي المرحلة الثانية هي مرحلة قاضي التحقيق العسكري أو قاضي الفرد العسكري حسب ما ترفع له. فقاضي التحقيق العسكري بيدرس كمان الإضبارة وبيوصف الجرم، فهو كمان بيشوفه إما يكون الجرم جناية أو جنحة. فإذا كان جناية بيرفعه إلى المحكمة العسكرية، وإذا كان جنحة بيرفعه أمام محكمة قاضي الفرد العسكري المختص. وإذا كانت أمام محكمة قاضي الفرد العسكري، وهون قاضي الفرد العسكري بيفصلها بقرار قابل للطعن أمام الغرفة العسكرية لمحكمة النقض. هي بتيجي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة اللي بتيجي هي أمام المحكمة العسكرية. فالمحكمة العسكرية هي المحكمة الموضوعية اللي بتفصل بالدعوة برمتها، إما بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بتجريم المتهم أمامها. والفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني هو أن القضاء العسكري ما فيه قاضي إحالة. هلا القضاء المدني بتمر الدعوة دائما من التحقيق إلى الإحالة إلى الجنايات أو بداية حسب أو مثلا من البداية المدنية استئناف نقض. ولكن هون بيختلف عنا إنه القضاء العسكري ما فيه لا قاضي إحالة ولا فيه استئناف. فهذا الفرق بين القضايين العسكري والمدني. وبتختلف كمان مدة الطعن أمام القاضي التحقيق وأمام قاضي التحقيق العسكري وأمام قاضي التحقيق العادي. تمام. شو بنقصد كمان بمفهوم القضاء الجزائي؟ تمام. هلا القضاء الجزائي هو بيختص بكل شخص بيرتكب جرم جزائي، فهو يحاكم أمامه، بعكس مثلا القضاء المدني. القضاء المدني بيختص بالأمور المدنية، العقارات وإزالة الشيوع أو محاكم الصلح أو بداية المدنية العادية.
طيب خلينا نحكي اليوم في كثير اوقات بيكون قضيه فيها طرفين، طرف مدني وطرف عسكري. الى من تحال القضيه للنظر والبت فيها ومراحل العمل عليها؟ تمام. هلا دائما اذا فيها طرف عسكري فالقضاء العسكري وفق القانون انه هو المختص بالنظر بهي الدعوه، هو اللي بيقرر اذا هي الدعوه هي من صلاحياته او لا بنص القانون بالماده 51. فهو اللي بيقول انه هي الدعوه من اختصاصي او عدم اختصاصي. ولكن اذا فيها دائما طرف عسكري فدائما اي طرف فيها سواء كان فاعل او متدخل او شريك فهي من اختصاص القضاء العسكري. ولكن في حال اعلن القضاء العسكري براءة هذا الشخص فتحال الدعوه برمتها اللي بيتعلق بالمدنيين الى القضاء المدني، فما حتى ما بيعطيهم قرار لا بالبراءه ولا بالمنع او شيء، فبحيله للقضاء المدني كونه هو طلع العسكري براءه منها. تمام. خلينا نوضح اكثر عن اجراءات اللي ممكن تكون تقاضي امام القضاء العسكري. تمام. هلا اجراءات بشكل مبسط. تمام. هلا القضاء العسكري مثل ما حكينا تحال له الدعوه، اما بيتم الاتصال بها بالدعاوي، اما عن طريق شكوى او عن طريق احالتها من القضاء المدني كونه بيكون فيها طرف عسكري، او بناء على اخبار بيتعلق بهذا الشيء. فهي بهي المرحله بيتعلق فيها وبيتصل فيها للدعوه القضائيه امام القضاء العسكري. طيب هل قاضي التحقيق العسكري اليوم ترفع القضيه امامه كما ترفع امام القاضي العادي بالتحقيقات العاديه ام لا؟ تمام. هلا الفرق بين قاضي التحقيق العادي والعسكري، هلا القضاء العادي النيابه العامه لا يجوز لها ان تصدر مذكرات توقيف، بعكس النيابه العامه العسكريه التي يحق لها اصدار مذكرات احضار وتوقيف، فهذا الفرق بيناتهم. فهون النيابه العامه العسكريه تقوم باجراءات قاضي التحقيق، فهي تقوم باجراءات التحقيق باستجواب المدعى عليه واتخاذ اجراء اما بالتوقيف او الترك. في حال انه تم توقيف الشخص فيحال الى قاضي التحقيق موقوفا، فهنا قاضي التحقيق بيدرس الاضباره، فاما بينظر انه هي الاضباره بيشوف هذا الشخص انه هذا الجرم غير معاقب عليه بالقانون او مشمول او كذا، فهنا بيسترد مذكره التوقيف. ولكن هو اذا كان موقوف بده يسترد بموجب احكام الماده 106 من اصول المحاكمات، واذا كان مثلا لا الجرم هو معاقب عليه فبيتخذ هون القرار اما باحاله الدعوه حسب وصف الجرم. اذا كانت جنايه فبتروح لمحكمه العسكريه الدائمه، واذا كانت جنحه بتروح امام قاضي الفرد العسكري. وبطبيعه الحال هلا اذا فيها كان هي المحكمه العسكريه دائما تختص بمحاكمه الضباط سواء كانوا جرائمهم مثلا جنحويه او جنائيه، فهي مختصه. فقاضي الفرد العسكري فقط يختص بمحاكمه الافراد وصف الضباط. تمام. طيب خلينا نوضح بامثله اكثر. اليوم يمكن بعض الاشخاص بيصير في بيناتهم اشكاليه مع هاد العساكر، هون نحن وين ممكن نلجا لنقدم الشكوى؟ ممكن نقدمها بالقضاء العسكري او نحن بالمحكمه العاديه وهي من خلال ممكن تحول الشكوى للقضاء العسكري؟ هلا اليوم القضاء العسكري هو له نيابات بكافه اراضي الجمهوريه العربيه السوريه، فهون بيقدر الشخص يقدم الشكوى باي محافظه بده اياها للنيابه العامه، فالنيابه العامه تتلقى منه الشكوى او الاخبار وتقوم بالتحقيق بها او باحالتها الى الضابطه العدليه، وتقوم الضابطه العدليه باجراءات التحقيق واحالتها الى القاضي. فهون القاضي النيابي مثل ما ذكرنا بس يدرس الاضباره بشوف بيتخذ القرار اللي بلاقيه مناسب وبحيلها للمرجع المختص لها. نعم، يعني اليوم هيك قدرنا نتعرف من خلال حضرتك عن بعض التفاصيل المهمة القانونية. بدنا نتشكرك كثير. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك استاذ.